اقدر اقول انا عندي مشكلة نفسية ومحتاج دلوقتي اني اتكلم مع متخصص. لو لقيت نفسي بتصرف تصرف من التصرفات اللي هنقولها دي، يبقى نفسي اني مع اي مشكلة او اي ازمة بتواجهني عندي حاجة اسمها اضطرابات الاكل. باكل كتير جدا او باكل قليل جدا. لو لقيتني بنام كتير جدا او بنام قليل، وده اسمه اضطراب النوم. لو بقيت بعد اي مشكلة او مع اي مشكلة بنعزل عن الناس، مش قادر اني انا امارس انشطتي اليومية، يعني مش قادر ادرس، مش قادر اشتغل، مش قادر اتعامل مع الناس. ما عنديش القدرة اني انفذ مهامي اليومية اللي انا متعود ان انا بعملها في الطبيعي. لو بحس بغضب شديد مع اي موقف، حتى لو الموقف ده صغير، لو حاسس بيأس واحباط، لو حسيت ان مع تكرار المشاكل او من ضغط المشاكل انا بقيت طول الوقت حاسس بتوتر، بقيت بنسى كتير، بقى عندي اوهام مختلفة، بقى مزاجي متقلب، بصور لأتفه الأسباب أو بفرح لأتفه الأسباب. كل دي أمور بتبين لي إني أنا عندي مشكلة نفسية. مش لازم تكون المشكلة سببها المشكلة الحالية اللي أنا بمر بيها، ممكن يكون مشكلة نتيجة تراكمات. في الوقت ده أنا لازم أستشير حد، أتكلم مع متخصص. دمتم بحب.